طابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب الرأيا والمستهل بأهم وأبرز العناوين. دعوة لتعزيز الجهود لمكافحة مرض الناسور. بناء سد في مزرت. دورة تأهيلية حول كفاءة القيادة في بارنتو. قتلى في انهيار منجم ذهب في جنوب أفريقيا. نحو 20 مليار يورو ميزانية دفاع الاتحاد الأوروبي. وقتلى في عواصف عاتية بشمال الهند. مرحبا بكم. دعا أخصائي النساء والولادة في مستشفى مندفرة المرجعي الدكتور هبتي هايلو ملكوت دعا لرفع الوعي لإزالة أسباب مرض الناسور. وأوضح الدكتور هبتي هايلو ملكوت أن السبب الرئيسي لمرض الناسور هو الولادة العسيرة، ولدرء ذلك يتوجب مكافحة زواج القاصرات ومراجعة المؤسسات الصحية أثناء الحمل. وبعد أن قال إن الحكومة وإدراكا منها لأضرار الناسور تقدم خدمات صحية مجانية طويلة الأجل للمصابات بالمرض، أشاد بالمبادرات الشعبية للتشجيع ورفع معنويات مرضى الناسور. من جانبها ذكرت مساعدة ممثل صندوق السكان التابع للأمم المتحدة في إريتريا السيدة يوردانوس محاري، ذكرت أن زواج القاصرات له تأثير كبير، داعية لبذل الجهود المنسقة لمكافحته. تجري أعمال بناء خزان تجميع المياه بتكلفة أكثر من 4 مليون نقفة في ضاحية مزرت بمديرية هبرو. وقال المشرف على البناء المهندس تسفاي كيداني إن الخزان بطول 85 مترا وارتفاع 9 أمتار ويسع ل 220 ألف متر مكعب من المياه، وإن 60% من البناء قد اكتمل، مشيدا في الوقت ذاته بالمشاركة الشعبية. وأوضح مدير ضاحية مزرت السيد محمد فرج بأن الجهود تبذل لإكمال البناء قبل حلول موسم الأمطار، مؤكدا بأن السد سيسهم في حل مشكلة مياه الشرب وتطوير التنمية المروية. تلقى 87 من مسؤولي هيئة إدارة الجبهة الغربية والهيئات الإدارية للفرق العسكرية تلقوا دورة تأهيلية الأسبوعين حول تقوية كفاءة القيادة. واشتملت الدورة التي اختتمت في 2 من مايو فكر ومبادئ القيادة وأساليب حل المشاكل وإدارة الممتلكات والسجلات وإعداد التقارير وطبيعة القائد الجيد وأسلوب قيادة الاجتماعات وبناء الفكر الإيجابي. وقال مسؤول هيئة إدارة الجبهة الغربية المقدم كبروم أبرهة إن الدورة التأهيلية تأتي في إطار رفع قدرات الأعضاء، شاكرا تعاون مكتب وزارة التعليم. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ محمد علي إبراهيم أن التعليم والتأهيل له ارتباط مباشر بالحياة، حيث من المهم تطوير اكتساب المعرفة في كافة المجالات، كما أشاد بمبادرة إدارة الجبهة الغربية. أوضح مسؤول المؤسسات الصحية في ضواحي جمهيل ودربوشيت ودحل بمديرية دهلك الممرض محفوظ صالح، أوضح أن جهود تبذل لسد نواقص العيادات لتقديم خدمات صحية جيدة. وأشار إلى تقديم رعاية الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال دون سن 5 ومتابعة الأمراض. وذكر الممرض محفوظ صالح عن تركيب الطاقة الشمسية للعيادات، مشيرا إلى أن عدم وجود مختبر التحاليل يؤثر سلبا على عملهم، داعيا وزارة التعليم للاهتمام به. وأوضح بوجود الدواء الكافي في العيادات رغم مواجهتهم أحيانا نقصا في الدواء لمشكلة المواصلات. ويوجد في مديرية دهلك مركز صحي وعيادتين.
قامت 7 قرى في مديرية كرن بأنشطة إصحاح البيئة للوقاية من الأمراض. وأوضح مكتب الصحة البيئية في إقليم عنسبة أن المبادرات التي قام بها سكان قرى قنيع ودروق وسبن سريخ وحمراي ودقة وششريمة ودرموش حققت نتائج مرضية. وأشار المكتب إلى إدخال برامج الصحة البيئية في 160 قرية بإقليم عنسبة، حيث يجري العمل لإدخال البرنامج في القرى المتبقية. نظم في مديريتي علي القاش وعصب أسبوع المدارس بأنشطة ثقافية ورياضية وفنية. وذكر في المناسبة بأن الأسبوع التعليمي يساعد لإرساء روح المنافسة الشريفة وتبادل المعرفة والتجارب. وقد علم بأن الفائزين في الأسبوع التعليمي فرديا وجماعيا سيشاركون في أسبوع التعليم الذي سينظم على مستوى الإقليم والوطن. مشاهدينا، نشرة تتواصل ولكن بعد الفاصل. على الصعيد العالمي، قال الشركة للتعدين بجنوب أفريقيا إن 9 من 13 عاملا حوصروا تحت الأرض في منجم ذهب تديره في جنوب أفريقيا تم إنقاذهم، لكن 4 من العشرة لقوا حتفهم متأثرين بإصاباتهم. وحوصر العمال في منجم مساكين غربي جوهانسبرغ بعد أن تسبب زلزال في انهيار داخل المنجم. وقالت الشركة في بيان إن 6 من العمال الذين تم إنقاذهم يتلقون العلاج في المستشفى، وإنه جرى العثور على عامل آخر، بينما لا يزال 2 في عداد المفقودين. وتمتلك جنوب أفريقيا أعمق المناجم في العالم، وهي تشهد باستمرار حوادث مناجم أدت إلى سقوط 77 قتيلا في العام 2015 بحسب غرفة جنوب أفريقيا للمناجم. أعلن الاتحاد الأوروبي عن خططه بإنفاق نحو 20 مليار يورو على الدفاع في ميزانيته طويلة الأمد المقبلة، وذلك وسط مساعي الاتحاد لتعزيز وضعه في مواجهة التهديد المحتمل من روسيا. وبعد عقود من المحاولات الفاشلة، وقعت الدول الأعضاء في الاتحاد اتفاقية تعاون دفاعي في ديسمبر الماضي بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014 ومزاعم بشأن هجمات معلوماتية ترعاها دول. وأطلقت المفوضية الأوروبية الزراعة التنفيذية للاتحاد خططا لتخصيص 19.5 مليار يورو للدفاع من ميزانيته البالغة 1.179 تريليون يورو خلال الأعوام 2021 إلى العام 2027. ويشمل هذا المبلغ 6.5 مليارات دولار للقدرة على التنقل العسكري، وهو مشروع طموح يجعل من الأسهل نقل الجنود والمعدات في أرجاء القارة، حيث يقول القادة العسكريين في حلف الشمال الأطلسي إنه ضروري لوضع رادع قوي لأمن أو لأي معتدين محتملين. لقي 100 شخص على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 140 آخرون في شمال الهند إثر عواصف رملية سوت المنازل بالأرض وإطلعت الأشجار، فيما حذر المسؤولون من مزيد من الفوضى والخسائر. واجتاحت العواصف ولايات أوتار براديش وراجستان والبنجاب، حيث بلغت سرعة الرياح 130 كم في الساعة، فيما يتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا بشكل إضافي بحسب المسؤولين. ودمرت العواصف الرملية منازل مبنية من الطين وأودت بحياة عدد كبير من الضحايا أثناء نومهم. وأطلعت الرياح الأشجار ودمرت الجدران وأعمدة الكهرباء، وعقبتها عواصف رعدية قوية. وتشهد الهند عواصف مماثلة كل سنة تؤدي بحياة مئات الأشخاص، لكن هذه السنة تعتبر الأقصى مقارنة مع العقود الماضية.
أعلنت حركة إيتا الانفصالية في إسبانيا حل نفسها وإنهاء كل أنشطتها السياسية رسميا، وذلك وفق ما قالت مصادر إعلامية. وأوقعت منظمة إيتا التي تأسست في العام 1959 أوقعت 829 قتيلا في حملة اغتيالات واعتداءات بالقنابل في إسبانيا وفرنسا باسم استقلال بلاد الباسك الأسبانية والفرنسية ونافار. وكانت المنظمة التي أضعفها اعتقالات قادتها ونبذ السكان وصنفها الاتحاد الأوروبي إرهابية تخلت عن العنف في العام 2011 وسلمت أسلحتها العام الماضي. كما قامت بخطوة إضافية في رسالة مؤرخة في 16 من أبريل ونشرت في الصحافة الإسبانية معلنة أنها حلت بالكامل كل هيئاتها. مشاهدينا فاصل آخر ثم الوقفة الرياضية. أتلتيكو مدريد الإسباني إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن تقلب على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف نظيف في إياب قبل نهائي البطولة. وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب ليتفوق أتلتيكو 2-1 في مجموع المباراتين. سجل المهاجم ديغو كوستا هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول من متابعة لتمريرة بينية من زميله الفرنسي أنطوان غريزمان. وكان فريق أرسنال يأمل في التتويج بالدوري الأوروبي ليضمن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم. وستقام مباراة النهائي في 16 من مايو الجاري في مدينة ليون الفرنسية مع فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي الذي تأهل للمباراة النهائية رغم خسارته 2-1 في مباراة الإياب أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي. وقد فاز مارسيليا في مباراة الذهاب 2-0 ليفوز 3-2 في مجموع المباراتين. هارد لك لمشجعي الأرسنال. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.